معاها يلا معاها يلا معاها يلا معاها يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفي القناة اعملي سبسكرايب وفعلي زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. وما تنسوش تحطوا بقى لايكات كتير جدا 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 على الفيديو ده. بصوا بقى، النهارده هنعمل ايه؟ النهارده بقى هنبدأ. يعني بصوا، النهارده هعمل كده حاجتين مختلفين. اولهم ان انا قلت ارتب بقى الجزمات، علشان انا يعني الروتينات اللي جايه هتبقى خلاص مش في الاوض، هتبقى بره. فانا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بحب ابدا بالاماكن، الحاجات اللي هي الداخليه الاول، اللي هي اي حاجه ادراج، ظرف، جزمات، اي حاجه داخليه بحب الاول ان انا انضفها وارتبها وانظمها. وبعد كده انا بخلي الحاجات الخارجيه بقى اللي هو التنفيذ والمسح والكلام ده هو اخر حاجه. فعشان ما اطولش عليكم، انا كده بقى قلت هعمل الجزمات النهارده. كانت كده مش يعني بقى لها بقى كده كام اسبوع كده اهوت مش مترتبه. بياخدوا منها ويحطوا هم بقى جنب، بتحطهم اي حاجه وخلاص. ف وطبعا مكان تراب وكده فكانوا مطربين والارفف كانت مطربه. فقلت بقى ان انا ايه انضفها. فاول حاجه بدات بالجزمه دي، فضيتها زي ما انتوا شفتوا. وطبعا انا كنت لسه عامله الكلام ده كله معاكم وانا بفرش في الشقه، بس دي بقى تنظيفات يعني، فدي حاجه اساسيه. على الاقل على الاقل لازم تتعمل كل شهر مره. ان انت كده تفضيها كده وتمسحي التراب وتلمعي وكده، علشان تبقى خصوصا الجزمات عشان ما تعملش كمكمه وريحه مش حلوه من التراب بقى وركنه الشوزات اللي طالعين بقى من الشارع والكلام ده كله. فالمهم انا فضيتها ونضفت الارفف، مسحتها بالفوطه بتاعت ايكوي اللي هي التحفه الجميله قوي بصراحه، حلوه جدا جدا يعني. ريحتني كتير من المنظفات، واللف بالبليدج واللف بالفوطه الميكروفايبر بصراحه حلوه جدا. ففضيتها زي ما انتوا شفتوا كده، ومسحت كل المفارش ومسحت كل الارفف ورتبتهم. ورجعت تاني رصيت الشوزات كلها مكانها. كان في حاجات بتاعت الرف اللي فوق محطوطه في الرف اللي تحت والرف اللي تحت فوق، والدنيا كانت ملخبطه يعني. فاترتبت اهي الحمد لله. بعد كده مسكت بقى الادراج الصغيره ديت، حاطه فيها كده شويه حاجات كده، رحت مرتباهم. و يعتبر الجزامة خلصت. وهنا ده كان درج الشرابات. وريتهولكوا هو اصلا كان متنظم لانه انا على طول ايدي فيه، فهو كان متنظم يعني ما احتجتش ان انا افضيه بصراحة. المهم، جيت بقى عند الجزامة التانية، ودي كان فيها شوية بقى شغل شوية. عملت فيها ايه بقى؟ بصوا، انا طبعا الجزامة دي فيها كل الشوزات الصيفي بتاعتي، اللي هي بقى الصنادل، السليبرز، الكلام ده كله. فهي كان فيها. وانتوا طبعا شفتوا الجزامة اللي انا جبتها من عند شيماء بتاعت البيت التركي، اللي انا وريتها لكم في فيديو المشتريات. دي طبعا كنت انا حاطه فيها الحاجات الشتوي للي متابعيني بقى وفاكرين معايا، عشان ما صورتها لكوش بس. فكنت حاطه فيها الشوزات الشتوي بتاعتي والكلام ده كله. فطبعا انا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ عشان هي دي القريبه مني وهي دي اللي انا بستخدمها كتير. فقلت لا، انا هفضيها بقى، افضي منها الشوزات والصيفي دي يعني. وهجيب بقى الشوزات اللي في الجزامه التانية اللي بستخدمها كتير وكده، وهي اللي هحطها ايه في الجزامه دي. انا هنا كده كنت عماله افضي بفضي في كل ال الجزامه. فضيت كده كل اللي تحت دول ما عدا الرف اللي فوق ده، عشان كانت الارض اتملت شوزات. فقلت بس ايه، ارص كده شويه الجزء اللي تحت ده وانضفه، وبعد كده ابقى افضي اللي فوق. فهنا كده انا كنت عماله بقى بفضي فيهم. ودي اهي الشوزات كانت جنى بتنولها لي من الجزامه اللي جوه. طبعا لمعت كده الحاجات قبل ما احطها، ولمعت الارفف ومسحت برضو المفارش زي ما عملت في الجزامه الاولانيه. وهنا كده كنت بادئه بقى ان انا ايه، عماله ارص. انا مش عارفه اصلا الكاميرا مش جايبه الجزامه، انا ما خدتش بالي وانا بصور. ماما اوريها لكم بعد ما اخلص يعني. هنا كده اهو، بصوا كنت عماله بمسح في الشوزات وبرصها بقى على الارفف.
وقلت بقى الشوزات اللي هي الصيفي دي هي اللي هحطها جوه في الجزمه التانية مكان دول، يعني زي الهدوم بالظبط. طلعنا الشوزات الشتوي وشلت الشوزات الصيفي في الجزمه اللي انا ركناها جوه في الاوضه على جنب دي. بصوا بقى مسكت المنظمات طبعا لمعتها كلها. المنظمات دي بجد اختراع يعني. هي بتاخد مكان، يعني هي بتنظم وبتحافظ على الشوزات، بس هي بتاخد مكان. عشان كده انا مش حاطه في الجزامه الاولانيه شوزات، يعني انا مرتباهم بطريقه كده ان انا احافظ عليهم، وفي نفس الوقت مستغليه الجزامه ان هي متاخدش، يعني ان هي تاخد حاجات كتير جدا. بص انا رصيت كده الجزء اهو اللي تحت، وده كان الرف الاخير اللي فوق فضيته ولمعته هو اهو كمان، ولمعت اهو المفرش. وهبتدي بقى ان انا المع كده المنظمات وهحط عليها الشوزات. طبعا تحت انا ما حطيتش المنظمات لان دي هاف بوتات وكده، فهي اصلا عاليه، فمش هي مكانتش هتنفع تتحط في المنظم يعني. هي بس الكاوتشات هي اللي انا حطيتها في المنظمات، لكن الهاف بوتات لا. طبعا في الصيف بستخدم منظمات اكتر، لانه بحط بقى صنادل واللي هي سليبرز والكلام ده كله، فبيبقى في منظمات، فهي اللي بتاخد مكان اكتر. لكن في الشتاء لا، في الشتاء عشان طبعا الشوزات كلها اغلبها هاف بوتات وبوتات وكده، فما بتتحطش في منظمات. انا رصاهم، هوريكم رصاهم ازاي دلوقتي. بصوا فوق كده اهو لمعت كل المنظمات وحطيت عليها شوزات بعد ما لمعتها اللي هي الكاوتشات، وحطيتهم فيها. بصراحه هما بيخلوا شكل الجزمه حلو جدا جدا، وبيحافظوا على الشوزات ان هي متطبقش وتتبهدل. فاهو بصوا كده لمعت اهو كل حاجه ورصيتهم بقى رصه كده حلوه قوي. وده كان شكلها النهائي. شايفين بقى عامله ازاي؟ شايفين بقى النظام؟ شايفين الترتيب؟ اتشجعوا كده وقوموا بقى، قوموا كده تشجعوا وشوفوا بقى اللي وراكوا، رتبوا ونظموا الحاجات الداخليه دي. اقسم بالله بتفرق جدا جدا جدا. هي دي بجد اللي بتحسسني ان انا نظفت، مش ان انا اقوم امسح واكنس والكلام ده. لا لا، هو ده اللي بيحسسني ان انا فعلا نظفت. المهم انا بقى رتبت الجزامه زي ما انتوا شفتوا كده، وخرجت بقى. قلت بقى ايه، طبعا انتوا الفيديو اللي فات انا كنت بنظف فيه معاكم اوضه الاطفال، ووقفت معاكم الاوضه على الفرش، صح كده؟ قلت لكم بس كده فاضل فيها حاجات بسيطه وهفرشها، وما كنتش عارفه بقى هفرشها مع الشقه ولا هفرشها لوحدها ولا هعمل ايه، مش عارفه. بس انا قلت بقى ايه، انا لسه قدامي شويه حاجات بره، مش حاجات تنظيف، عشان انا خدت وقت في التنظيف، بس هو مش هو اللي مخليني واخده وقت. هو اللي مخليني ان انا مش مأنجزه، انه انا في عندي حاجات شويه صيانه في الشقه عايزه تتعمل، يعني شويه صيانه في حاجات عايزه تتعمل، في حاجات بايظه عايزه تتصلح. فانا مستنيه الحاجات دي تتعمل الاول، وبعد كده ابدا ان انا ايه يعني انظف، عشان ما اروحش بقى انظف وتيجي بقى الصنايعيه تشتغل فالدنيا تتبهدل تاني. فده مخليني ان انا ايه بعمل بقى الروتينات بتاعه الشتاء دي على مهلي واحده واحده يعني. بس انا يعتبر خلصت التقيل كله، يعني التقيل كله هو يعتبر خلص خلاص. الحاجات اللي هي المهمه كلها، اللي هي الهدوم الشتوي، اللي هي الذره في الادراج، الكلام ده كله الحمد لله كان اخرهم الجزامات. هي دي يعتبر كانت اكتر يعني، خلاص هي دي كانت الحاجات الداخليه اللي فاضله، هي الجزامات ان هي تتعمل. فخلاص الحمد لله عملتها. وهنا كده طبعا كانت الستاير اللي انا غسلتها، اللي انا فكيتها معاكم الفيديو اللي فات، غسلتها ونشفت وبعدت كويتها كمان. وهنا بقى كنت قاعده بركب فيها الحلقات. والغلطه بقى اللي عايزه اقول لكم ما تغلطوهاش. هو انا والله العظيم ما غلطتهاش، انا عارفه الموضوع ده من زمان وما بحبهوش، بس هو انا ادي جزات اللي يسمع لحد يعني ويعمل حاجه من غير اقتناع. انا ما بحبش الستاير اللي بتركب لها الحلقات دي نهائي، ما بحبهاش ابدا ابدا ابدا، بكرهها كره العمى. بحب اعمل الشريط الحلقات اللي هو مخرم ده اللي بيدخل في الماسوره على طول. بس لما جيت اعمل الستاير دي، الراجل بقى اللي عمل لي الستاير قعد يقول لي لا ده احسن، وده هيبقى عملي معاكي، وده مش عارفه ايه، ده دول التانيين دول بيتكسروا في الغساله ومش عارفه ايه، وقعد يقنعني بيهم. فانا عملتهم، بس بصراحه نصيحه مني محدش يعملهم خالص
خالص خالص. انا قلت كده بس ايه، هروق كده وافضى وانزلهم، اروح اغير لهم شريط ده خالص واعمله حلقات. اولا بيوفر عليكي وقت ومجهود، يعني انا عايزه اقول لكم بقى لي ساعه قاعده عماله اركب في الحلقات الحديد والحلقات المدوره. كان زماني معلقاهم من بدري، والساعه دي انا عملت فيها حاجات تانية كتير جدا. سهلين في التركيب، سهلين في كل حاجه. لكن بصراحه الشريط ده اللي بيتركب فيه الحلقات ده يعني يغور بامانه، مش حلو خالص. فنصيحه مني ما تعملوهوش، ونصيحه مني كمان ما تعملوش حاجه غير اللي انتم مقتنعين بيها. اللي انتم مقتنعين بيه هو اللي انتم تعملوه. ما تخلوش حد يلعب لكم في دماغكم ويخليكم يقنعكم بحاجه تكونوا مش عايزينها، لانكم هترجعوا تغيروها، وفرق تكلفه وي وي وي، والحاجه اصلا غاليه. يعني انا اقسم بالله الستاير دي مكلفاني فلوس كتيره جدا جدا، بس فيها حاجات كتير جدا مش عاجباني. من ضمنها هو الشريط بتاع الحلقات ده. المهم، تعالوا بقى نتكلم النهارده الفقره بتاعتنا اللي بتستنوها كل فيديو في الروتين. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه. انا هدخل دلوقتي كده هنضف معاكم الاوضه واعلق الستاير وهعمل بقى ايه الحاجات الباقيه وهفرش معاكم الاوضه يعني. واحنا بقى بنتكلم النهارده بقى الفقره بتاعتنا، عايزه بقى اتكلم معاكم وناخد كده اراء بعض بقى، وتقولوا لي كده رايكم في الكومنتات. انه ليه الناس بتتغير؟ يعني ليه مثلا نكون مع 20 ناس او مصاحبين ناس ويبقوا مثلا يعني عارفين اللي هي بدايه مش عارفه اقول لكم ايه. عارفين اللي هي بدايه العلاقات دايما بتكون حلوه، انتوا فاهمين، لكن النهايات طبعا بتكون زفت، ده حاجه مؤكده. لكن البدايه بتكون حلوه جدا. تحسوا انه كلنا بنظهر احسن ما فينا. طب ليه ما بنفضلش كده على طول؟ ليه؟ ده اللي انا بستغرب له، انه ليه بيجي بقى الناس تتغير فجأة؟ ليه؟ بجد على فكرة انا عايزة اقول لكم على حاجة. انا من الناس والله العظيم بجد، انا من الناس اللي ببقى عارفة عيوبي جدا، ببقى عارفة عيوبي وبعترف بيها، ولما بكون غلطانة بعترف بغلطي، ما بقى وحش ولا بكابر. خصوصا لو حد بحبه. يعني انا لو مثلا مصاحبة مثلا واحدة قوي وبحبها قوي وغاليه عندي قوي، وانا عملت حاجه زعلتها، انا ما عنديش اي مشكله خالص اللي انا اجري عليها واقول لها حقك عليا، وانا اسفه وانا غلطت وانا مش عارفه. ما عنديش مشكله خالص على فكره في الموضوع ده، ما عنديش فيه تكبر يعني. لكن انا بجد ما صادفتش الموضوع ده في حياتي، يعني انا ما صادفتش. انا بشوف دايما انه انه البدايه بتكون حلوه، لكن تيجوا بقى في النهايات اما يحصل مثلا موقف او يحصل زعل او يحصل حاجه، تلاقوا تتفاجئوا بالشخص اللي قدامكم ده، تتفاجئوا بيه ان هو شخص انتوا ما تعرفيهوش، يعني ما تعرفوش خالص، اللي هو تحول 380 درجه، مش 180 لا 380. تحسوا كده ان انتوا تبقوا متعشمين في حد قوي قوي قوي، ويعني ايه، وتبقوا مثلا حاطين في دماغكم ان انتوا بالنسبه له حاجه كبيره، وفي اقل موقف تافه ملوش اي لازمه يثبت لكم قد ايه انتوا مالكوش اي قيمه، ان الشخص ده ما بيبقاش باقي عليكم، ما بيبقاش فارق معاه زعلك. يعني بصوا يا جماعه، باختصار عارفين المثل اللي هو بيقول لك ايه، او مش مثل، هو كلام معبر مثلا، اللي هو ايه، يعني ابن الناس غير ابن الاصول. مش كل ولاد الناس بيعرفوا في الاصول، انتوا فاهمين قصدي؟ يعني احنا كلنا ولاد ناس، لكن مش كلنا بنعرف في الاصول. في ناس بتعرف في الاصول وبتمشي عليها، وناس لا، في ناس ما بتعملش بيها. في ناس نكرة جميل ونكرة معروف، وبصوا ما بيتمرش فيهم اي حاجة كويسة. يبقى انت بتعمل كل اللي في جهدك وكل اللي في وسعك علشان تكون كويس مع الناس دي، وهم في اقل موقف تافه ملوش اي لازمة يظهروا اوحش ما فيهم. بمعنى انه تلاقي كده البني ادم ده مثلا يعني من ضمن يعني وايه الكلام، يعني من ضمن الكلام انه مثلا تتفاجئ بيه بيلقح عليك مثلا،
وانت تبقى مصدوم، يعني تبقى مصدوم اللي هو يعني ايه, ماشي احنا هنزعل مع بعض ونختلف وكل حاجة، بس يعني المعزة اللي ما بيننا والغلاوة اللي ما بيننا ما تخلكش ان احنا في الزعل تطلع تلقح عليا. انتوا فاهمين قصدي؟ او انا اروح القح عليك. لا يا جماعة، احنا المفروض ان احنا نحترم العلاقات، يعني احنا نحترمها. لما يكون انا علاقتي دي نصيحة مني ليكم، نصيحة مني ليكم والله العظيم بجد. لما يكون علاقتي قوية مثلا بواحدة صاحبتي او بحد قريب مني ايا كان، يعني ايا كان الشخص مين ده، هو علاقتي قوية بيه ويحصل ما بيننا اي تاتش، يعني ايه, يعني دوروا على الحلو، افتكروا الحلو، ابقوا عليه، ما تبيعوش في ثانية، ما تنسوش كده كل حاجة ببساطة. يعني خلي دايما في اصل، خلي دايما ان انا اعمل باصلي. مش هنسى اي حاجه حلوه ما بيننا واروح القح عليه واتجاهله واتكلم عنه وحش، كان احنا ما فيش بينا عيش وملح، وكأن ما فيش بينا عشره، وكأن ما فيش بينا الكلام ده كله. لا لا، بلاش تعملوا كده. يعني خلينا دايما نفتكر لبعض الحلو، نفتكر لبعض الكويس علشان العلاقات تدوم. عشان يا جماعة والله العظيم، والله العظيم مش سهل، مش سهل خالص ان انتوا تعملوا صحاب. الموضوع ده صعب على فكرة قوي. هتكلم معاكم في موضوع الصحاب ده في فيديو تاني لوحده. معنى كلمة صاحب دي اصلا هتكلم معاكم فيها في فيديو لوحده، لانه كلمة صاحب دي ما ينفعش ان هي تتقال وخلاص. دي كلمة معناها كبير قوي، مش اي حد بيفهمها ومش اي حد بيعمل بيها. فخلونا نتكلم عن الصحاب دي في فيديو تاني، وخلينا نكمل كلامنا في الموضوع ده. فاللي هو احنا مش سهل اللي احنا نعمل صحاب، مش سهل ان احنا نلاقي ناس بتحبنا بجد، مش سهل. فلما نلاقي حد بيحبنا قوي كده وبيحبنا بجد، بلاش ان احنا نقلب اصلنا معاه. بلاش ان احنا في اي موقف سواء كبير او صغير ان احنا ننسى الحلو وننسى المعروف وننسى العيش والملح وننسى الكلام ده كله ونبيع في لحظة، ونبيع وتبقى العشرة تهون علينا. انا بستغرب قوي الناس اللي العشره بتهون عليهم، انا بستغرب. انا والله العظيم يا جماعه انا مش بشكر في نفسي، انا بقول لكم انا عارفه عيوبي. انا من عيوبي ان انا يعني انا حتى انا بقول على نفسي ان انا قلبي اسود، انا قلبي اسود، انا ما بنساش. يعني انا لو اي حد عمل معايا حاجة وحشة انا ما بنساهاش، بس بشرط. يعني انا بكون ان انا بطلع لك مبرر مرة واتنين وتلاتة، بقول لا ده ما يقصدش، لا ده مش عارفة ايه، فاهمني؟ مثلا اعدي للي قدامي كذا مرة، اعدي له كذا مرة، بس لما بقفل من حد والله العظيم، والله العظيم لو فرش لي الارض ورد ما بقدرش اسامحه. ودي حاجه مش بمزاجي على فكره، الحاجه دي انا ما بحبهاش فيا، ما بحبهاش. ودايما بقعد اقول لنفسي انت قلبك اسود، عادي، ما الناس ياما بيحصل، ما بينهم ايه يعني، ما يرجعوا يتكلموا تاني. بس انا ما بقدرش استوعب فكره انه انا حد كلت معاه عيش وملح، حد كان بيني وبينه عشره وحب جامد، ومثلا يحصل ما بيننا موقف ويعيب فيا ويتكلم عليا وحش، ويعني يطلع اوحش حاجه صوره ليا، ويطلع اوحش من فيه هو كمان، وان احنا نرجع تاني بعد كده. يعني معنى بالبلدي كده ان احنا نقطع في بعض. ما ينفعش انت تروح تقطع فيا وتقول وتعيد عليا وتعمل وتسوي، انا بعد كده ارجع تاني اصالحك واتكلم معاك وناكل ونشرب تاني وكأن مفيش حاجه حصلت. انا مش كده، انا ما بعرفش اعمل كده، مش بعرف، بحس ان انا كده بوشين، مفيش، انا مش صافيه من جوايا، فده عيوبي. فعشان كده انا بدي للي قدامي فرص كتير، عشان لما بقفل بتبقى هي القفله وملهاش فتحه تاني، خلاص بتبقى خلصت. فحافظوا على الناس اللي بتحبوهم، حافظوا عليهم في حياتكم، حاولوا ما تخسروش حد. لو حد بتحبوه غلطانين في حقه، لا ما تكبروش وروحوا اعتذروا له. لاني زي ما قلت لكم مش سهل ان انتوا تعملوا صحاب، مش سهل ان انتوا تلاقي حد بيحبكم. خسارة الاشخاص الكويسة عمرها ما هتتعوض. ما تخلوش حد ان هو يتقفل منكم وما يبقاش الباب مفتوح لاي رجعة تاني، لا ما تعملوش كده. طبعا انتوا شفتوا انا عملت ايه في الفيديو، شفتوا الروتين وخلصت الاوضه دي. يعتبر هي كانت اول اوضه كده، يعتبر افنشها واخلصها، لسه باقي الشقه. استنوني في فيديو جديد. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، فرشت معاكم كده في الاوضه واتكلمنا في الموضوع ده. اكتبوا لي في الكومنتات حابين نتكلم في ايه، نفتح مواضيع ايه وناخد اراء بعض فيها. هنتكلم فيها ونتناقش فيها. عندي مواضيع كتير جدا جدا عايزه اتكلم معاكم فيها، هتعجبكم، نستفاد منها من بعض. فهستناكم، هتوحشوني جدا جدا. لحد فيديو جديد، باي باي.